برج القوس، يا برج القوس، صدمتك هتكون قوية في 2026. أنا عارفة إنك تعبان مش مستحمل، بس اسمع الفيديو للآخر وصلى على برج النبي. القوس، يا برج القوس، لغاية دلوقتي لو اي حد شافك مش هيعرف انت مريت بايه في حياتك، لان عمرك ما حسست حد حجم الوجع اللي جواك. انت من بره بتضحك هزار طاقة، بس من جواك حرب محدش يعرف عنها حاجة. و2025 كانت سنة علمت فيك الصراحة. ناس دخلت حياتك على انها نعمة وطلعت نقمة، وعود اتقالت ليك وانت صدقتها بقلب ابيض، ومواقف وقعت عليك من اقرب ناس ليك، وكنت كل مرة بتقول ماشي هعدي، بس الحقيقة انت كنت بتتكسر كل مرة وانت ساكت يا كوس. انت من الابراج اللي لما بتحب بجد، ولما بتدي على نظافة، وعلشان كده وجعك بيبقى ضعفين: وجع الخسارة، وجع الخيانة، وجع انك كنت صادق مع ناس طلعت مش قد الصدق دي. 2026 مش داخلة تضحك عليك، لا، هي داخلة تقلب الصفحة، داخلة تعمل لك رسترة لحياتك. بس قبل ما تبدأ بقى في الصح لازم تعدي على اخر صدمة كده. ما هي مش هتيجي عليك كده من غير صدمات، بس هتكون صدمة عمرك. صدمة محدش يتوقعها منك، صدمة هتقفل باب بالكامل وهتفتح باب جديد. والصدمة الكبيرة اللي جايلك في السنة الجديدة هي صدمة كشف الحقيقة. انت هتكتشف حقيقة شخص قريب منك جدا، شخص انت كنت شايفه سند، كنت شايفه امان، كنت شايفه حاجة كبيرة، ومكنتش متوقع ان ممكن يعمل معاك اللي عمله. الصدمة مش هتكون بالفعل، بس الصدمة انك هتكتشف انك كنت عايش فترة كبيرة مخدوع، وان في كلام اتقال عنك، وفي اسرار اتفتحت في حاجة عملتها لله وبضمير، والشخص ده قلبها عليك. والدنيا هتوري ليك انك ما كنتش تستاهل او يستاهل قلبك لمدة دقيقة حتى. هيحصل ليك كده زي فلاش مواجهة، كلام هيتقال، دموع ممكن تنزل، بس بعدها هتحس ان الحمل اللي على قلبك وقع، وانك اخيرا فهمت الشخص ده، وفهمت ليه انت الفترة دي والفترة اللي فاتت تعبان ومخنوق، وليه كنت شايل هم ناس مش شايفين قيمتك. الوجع اللي انت عايش فيه قبل الصدمة ان انت اتأذيت، ناس كانت بتاخد وما بتديش، حد لسانك اللي بيدافع عنه دايما كان هو بيزعلك، اختيارات لناس ما كانوش يستاهلوا ديت، قلوب ما حدش قدرها، كنت ظهر الناس ما كانوش ظهروا ليك، حبيت ووعدت بالثبات، لكن للأسف الحبيب اختفى. ناس بتقول عليك كلام مش فيك للأسف، وده وجعك. انت موجوع يا كوس، بس اللي ما يعرفش الناس انك طول الوقت بتضحك علشان محدش يشوف ضعفك، بتسند نفسك بنفسك، وبتقوم كل مرة من غير ما تطلب مساعدة، وعلى قد نفسيتك اللي بتتعب وعلى قد ايمانك اللي بيقويك. بس بعد الصدمة يا قوس هتبقى نقطة تحول ليك، هتقطع علاقتك باللي بيكسر قلبك، هتفتح باب جديد، هتدخل في دايرة ناس محترمة تقدر وجودك، وهتستعيد قوتك اللي كنت فاكرها ان هي راحت. وفي نص السنة هيكون في رجوع، حد انت كنت فاكر انك نسيته، حد هيرجع يعتذر، بس انت هتبقى اقوى من انك تسامحه، مش هتدخله نفس الدارية تاني. واخر السنة بقى هتقولي نفسك جملة كده، يعني نفسك تقولها من زمان: انا اتولدت من جديد. معقولة هستنى للاخر؟ وايه يعني؟ مشكلتك يا كوس ان قلبك كبير، بس قوتك ان ربنا بيجيب لك الحق في الوقت المناسب. والصدمة اللي جايالك هتوجع، بس هتحررك وهتخليك تدخل سنة جديدة انت فيها اقوى وانضج وواقف على رجلك زي الجبل. صدقني 2026 هتبدأ بصدمة، بس هتنتهي بنصر عظيم جدا ليك. فقول يا رب من جوه قلبك، واوعى تزعل على اللي راح منك، لان ربنا هيديك الحلو بس وهيبعد عنك الوحش. قول يا رب من جوه قلبك. ويلا كل واحد يكتب اسم البرج بتاعه في كومنت، وخلص الكلام. سلام.